واش المغرب ولا مسرحيه؟ واش كاين شي آلة خفيه كتحرك الخيوط، ولا غير شي سيناريو قديم كيتعاود باش انهم يكميو به الرأي العام؟ فمؤخرا اخواني خرج علينا رضوان الرمضاني بهضره ثقيله بزاف، كيتكلم على آلة ديال المؤامره كتستهدف الملكيه. ولكن واش هذا الكلام هو دفاع على الوطن ولا مجرد تغطيه على ملفات اخرى كتغلي؟ فاليوم غادي نفككوا هذا اللغز وغادي نسولوا على اللي كاين فعلا، ماشي اللي بغاو يبيعوه لينا. فلا شوف اخواني اخواتي، باش نكونوا واضحين، من تسمع صحفي كيهضر على آلة كتحارب الملكية، فخاصك تسول شكون هاد الآلة. علاش ديما هاد الآلة كتحرك غير ملي كيبدا الشعب كيهضر على الغلاء؟ بصراحة اخواني اخواتي، هذا الخطاب ديال الخطر الداهم والمؤامرة وهذا الشيء دائما اللي كيقولوا لنا رمداوي، ولا بحال شي اسطوانة مشروخة ما بقاتش كتدخل المغاربة للراس. واش هاد الآلة هي اللي خلات اسعار المحروقات توصل لهذا السقف، ولا هي اللي خلات رئيس الحكومة يهرب من مواجهة الناس بخصوص صندوق المقاصة؟ وصلتنا يا إخواني أخبار كتهضر على أن هناك تقرير داخلي كيتوجد حاليا كيدقق في المداخيل ديال بعض المنابر الإعلامية وكيفاش كيتم توجيه الرأي العام في أوقات الأزمات باش أنهم يغطيو على عجز سياسي واضح. فهذا التقرير إخواني إلا خرج فغادي يقلب الطاولة على بزاف ديال الأقلام اللي كتحسب راسها حامية الحمى. فدابا نجيو إخواني للمعقول، فالإخوة زعيطة الناس اللي كتسول ان الشارع كيسول والجهات المختصه، وبطبيعه الحال كل شيء كيقول اشنو اللي واقع. فعلاش هذا الصمت؟ ملي كيكون معارض بسيط كيهضر فكيتحرك الجهاز كامل، ولكن ملي كيوصل الامر لهاد الاسماء بحال ابو زعيطر كنوليو في اطار الخصوصيه. لا ما خاصكش تدوي عليهم، لا ما خاصكش تقول عليهم. هذا الشيء ماشي غير تناقض اخواني، هذا استهزاء بالذكاء ديال المغاربه والجديد اللي كيروج في الكواليس. وهو امر منطقي بطبيعه الحال، هو انه كاين صراع اجنحه داخل دوائر القرار بخصوص هذا الملف. فواحد الفريق باغي انه ينهي هذه اللعابات، وفريق اخر كيستعملهم كادوات لتصفيه حسابات شخصيه. فهذا الصراع هو اللي مفسر علاش هذه الاله اللي كيهضر عليها الرمداني ساكته على هذا الموضوع بالذات. فرضوان الرمداني اللي كيعطينا دروس في الوطنيه فخاصو يعطينا دروس في الشفافيه قبل كل شيء. فشكون مول هذه القنوات؟ منين جاو هاد الثروات؟ ملي كنشوفوا صحفي كيغير المواقف ديالو 180 درجه فخاصنا نسولوا واش هذا الشيء قناعه ولا مصالح. هذا النوع اخواني ديال التطبيل ماشي هو اللي كيحمي الملكيه، بالعكس بطبيعه الحال فهذا الشيء كيسيء ليها، حيت يبنيها كيبينها بحال الا محتاجه واحد الصراخ باش انها تدافع على نفسها. بينما حنا مشغولين بهذا السيرك الاعلامي، فالمواطن المغربي كيعاني اخواني اخواتي المحروقات الشاعله فيها العافيه والقدره الشرائيه في الحضيض. الحكومه غايبه والبرلمان تحول الغرفه ديال التصفيق. واش هذا الشيء اخواني مقصود؟ فواش هذا الفوضى الاعلاميه هي الاله الحقيقيه اللي كتلهينا باش اننا ما نحاسبوش المسؤولين على الوعود ديالهم الانتخابيه؟ فهذا الشيء بطبيعه الحال هو اللي بقى لنا اخواني. الملكيه في المغرب اكبر من كل هذه الترهات، واللي باغي انه يدافع على الوطن فيبدا بمحاربه الفساد بالعداله الاجتماعيه وباحترام عقول المغاربه، ماشي بصناعه شياطين وهميه كيخليو المغاربه يتبعوها ويقول بان لا حنا داك نظريه المؤامره راكم عارفين حنا عندنا مشاكل، حنا عندنا كاينين مفسدين، كاينين اللوبيات ما عرفنا شكون هما. فشيروا الاشياء بالاصابع اخواني ونعرفوها مباشره وندويو عليها مباشره بلا خوف بلا والو، ونعرفوا الحقيقه فين هي. فالمغاربه راهم عاقوا واللعبه راه بانت. وهذا الرمضاني اخواني راه بدا كيخرج ويدخل علينا في الهضره. فبطبيعه الحال حتى شي واحد ما بقى كيثيق في هذا الكلام اللي كيخرجوا به وكيروجوا حاليا. كيحاولوا انهم يغطيو على بعض اللوبيات وبعض الاشخاص اللي كيحاولوا انهم يسيئوا الاستعمال ديال السلطه. فلا حول ولا قوه الا بالله. شاركونا يا اخواني الراي ديالكم، واش فعلا كاين اله كتهددنا، ولا رمضاني والزمره ديالو هما الخطر الحقيقي اللي كيحاولوا يغطيو ويغسلوا الدماغ ديال المغاربه؟ فتهلاو في راسكم يا اخواني اخواتي، والسلام عليكم ورحمه الله.